عمرك سمعت عن مدرس قرر يبسط 24 طفل وطفلة في رحلة مدرسية لمدة 3 أيام؟ طبعا لا. أنا عارف أنت بتسمع دايما عن مدرس علوم في ابتدائي اتحرش جنسيا بالطالبات عنده في المدرسة، أو عن عمال بيشتغلوا في مدرسة دولية اتحرشوا بالأطفال في المدرسة، أو الطلبة هم اللي بيعتدوا على المدرسة بتاعتهم في الحصة لدرجة إن الست تبقى خايفة منهم وبتصورهم فيديو عشان تحمي نفسها. تعال أحكي لك بقى عن اللي انت ما سمعتش عنه، وهو الأستاذ فرجاني، آخر الرجال المحترمين. فيلم بمثابة الصرخة الإنسانية اللي كلها استغاثة من وحيد حامد مؤلف الفيلم وسمير سيف مخرج الفيلم المجتمع اللي طول الوقت هتلاقي وحيد حامد وسمير سيف بيحاولوا يفكروه انه انسان، ويفكروا الناس بإنسانيتهم عن طريق الأستاذ فرجاني. الأستاذ فرجاني هو المدرس اللي ساب القاهرة وراح يعيش في الأرياف عشان بيكره الزحمة والحياة المدنية الجامدة. وأول مشهد بتشوفه ليه هو مشهد بيدور على الأستاذ نصحي اللي بيسافر القاهرة من وقت للتاني عشان عاوزه يجيب له الجزء الأخير من كتاب نهاية العرب في فنون الأدب. بعدها فرجاني بيكلم نفسه وكأنه بيرثي حاله ووحدته في مرثية إنسانية بتدل على وحدانية هذا الفرجاني، وفي نفس الوقت على مدى إنسانيته. اسمع يا شقيق. حلاوة السفر إن يكون معاك ناس، أهل، حبايب، أصحاب. لكن الله يرحم الأهل والحبايب فات الأوان، والأصحاب في الزمان ده بقوا نادرين. وإذا كان مكتوب لك تسافر تاني يا فرجاني فمش أي حتة تسافرها، ممكن بلد شاعرية فيها هدوء، لكن ربنا يكفينا شر البلاد الزحمة. بتشوف بعد المشهد ده على طول مشهد تاني للأستاذ فرجاني وهو في الفصل وبيدرس للتلاميذ بيت من أشعار أحمد شوقي، وبيسأل التلاميذ مين اللي قال البيت ده. وطبعا كما اعتدنا هذا المشهد في كل الأفلام الكوميدي والغير كوميدي، التلميذ اللي هيجاوب لازم يقول اسم شخص شعبي أو اسم له علاقة بالعصر الحالي، زي مشهد الناظر لما بيسأل التلاميذ مين اللي قتل علي بيك كبير، أو في رمضان مبروك أبو العالمين حمودة لما محمد هنيدي بيقول لهم قولوا لي كلمة بحرف الإي. طبعا بتختلف الأسئلة وإفهاتها ونكتتها، ولكن طريقة الضحك واحدة، الأسلوب واحد يا شقيق. لكن هنا بقى مع أستاذ فرجاني وحيد حامد هيخلي البت تجاوب وتقول له أحمد عدوية، وأحمد عدوية هنا مش الهدف منه الضحك خالص، ده هنا بهدف إسقاط الكاتب على تدني ذوق المجتمع وعلى قد إيه الناس بقى غايب عنها الثقافة والذوق الرفيع.